راحوا السفارة طاروا وراهم هناك. الزمالك ارسل مندوبين للسفارة الامريكية عشان يطمنوا على موضوع زيزو وكده، القصة القديمة دي. فراح طاروا وراهم قالوا لهم قدامكم 5 دقائق، لو ما مشيتوش حيندهلكم الشاويش حمدان. فراح طاروا وراه. يروح الاهلي يسكت ما يسكتش، راح جابوا السفارة الامريكية كلها في النادي الاهلي. مخ وعضلات. ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت اللي فيكم ده؟ ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بقى احنا يطيروا يطيروا ورانا وانتوا تجيبوا السفيرة الامريكية جوه النادي الاهلي؟ لا، وسيبك من الكلام ده، سيبك من كده. لا، الكابتن محمود الخطيب استقبلها بالورود وبالمعطرات وبالحاجات الحلوة، واداها تيشيرت ومكتوب عليه بيبو. طلع التأشيرة لزيزو يا راجل ولا يهمك يا راجل، طلع يا راجل وخد بالمرة حسام عبد المجيد معاك. والله ولو يعني نداء في النادي الاهلي بحق لا اله الا الله. اي حد اهلاوي وعاوز يطلعني امريكا انا تحت امره، والله العظيم تحت امره. يا عم ادوني سرير كده في اوضه صغيره كده واقعد عادي، والنبي لا تودوني امريكا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدير الفني لنادي الزمالك هرب. يا منجي يا رب، يا رب يا ربي يا رب، شتان الفارق يا ربي ما بين ناس تنعم وما بين ناس مش لاقي اللضا. والله وعهد الله ما لاقين اللضا، والله ده احنا غلابه. المدير الفني لنادي الزمالك الكابتن ايمن رمادي، الراجل الاهلاوي المحترم، الراجل اللي شغال بما يرضي الله، الراجل اللي يعني لمساته كانت يا مسهل حتندع في نادي الزمالك. طلب منهم طلبات، ولا طلب استجاب لي حسن لبيب، ولا طلب. قال لهم بس انا دماغي وجعاني وراجل بتعالج وصحتي على كدي، انا لا بتاع زعيق ولا بتاع مهاترات ولا بتاع قلنا وقال. انا بعد ماتش بيراميدز انا ماشي، انا بعد ماتش بيراميدز انا ماشي بتاع الكاس. يعني الراجل، حتى الراجل رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. اقسم بالله تخيل كده وصلنا لمرحلة الجرب. شفت الجرب؟ اي حد يكون جربان يبعدوا منه. والله العظيم وصلنا للمرحلة دي. ما قلنا نجيب طارق مصطفى اهو ولدنا ويستحمل بلاوينا ويتستر علينا، وعارف التيت والشريط وعارف كل حاجة، هيتستر علينا. قلت لك طارق مصطفى حلو، طارق مصطفى محقق نتائج جميلة. لا، ايمن الرمادي طب هيجي ما استحملش 10 ليالي وقال لك انا بعد ماتش بيراميدز مع السلامة. هنا تكمن نظرية المؤامرة. هنا هيطلع لك يقول لك اصله النادي الاهلي هو اللي مشى الكابتن ايمن الرمادي. هتسمعوها وعهد الله هتسمعوها، والله العظيم هتسمعوها. يقول لك الخطيب بيلعب جوه نادي الزمالك اللي لعبة المية في بطنك انت وهو. يا واد ما غلط الكلام ده يا واد والله غلط كل حاجة. نظرية المؤامرة. شوف النادي الاهلي فين دلوقتي. جات السفيرة الامريكية لحد باب بيت الاهلاوية. طق يا كابتن محمود يا كابتن بيبو، اولا البقاء لله، وانا جاي ازور النادي الاهلي. خدوها ولففوها وفسحوها جوا وشربوها قهوة وساكع وعصير فريش وحاجات حلوة قوي والجو حلو والهواء. قالت لك لا، انا ما هطلعش من النادي ده غير لما اتصور مع الكابتن محمود الخطيب ويديني تيشيرت وممضي عليه بيبو. والله العظيم زي ما بكلمك، والله فرح الكابتن محمود الخطيب. قال لها التيشيرت يا ست الكل، بس الفيزات تخلصها لنا والطيران تشخلحوا لنا عشان احنا الشهر الجاي هنبقى عندكم في امريكا. ووصلوها لحد العربيه وقالوا لها سلام عليكم، اتبسطتي اتفسحتي، يلا طلعين الفيزات.
واحنا هناك كل الناس بتهرب منينا. ابعتها له يا اخي عشان انا تعبت.